نجحت في نجحت في الشهادة السودانية، أحرزت نسبة 92.9. أنا من ولد البشير الحارة 51، إلا ما فيها موية ولا كهرباء. كنت بقرأ بالطاقة الشمسية دي بس، المصباح دي. وأنا بطلب منكم تساعدوني في قرايتي. أنا يتيمة وأمي متوفية، قاعدة مع خالتي وهي شغالة عمل اليوم تترزق. بتمنى منكم تساعدوني. تمام يا ريماس. بس انت احرزت 92 وكم؟ و9/10. 9/10. امك شغاله الرزق اليوم مش؟ يا خالتك امك الله يرحمها. ويا جماعه بس تتخيلوا انه هي بتقرا بورسفيم الطاقه دي، بتقرا بالطاقه دي بس، باللمبه دي يعني بتشحن بالشمس يعني. لا ساكنه في ود البشير، لا مويه لا كهرباء، وما في زول جايب خبرها ولا في زول شارك في فرحها دي. أحرزت نسبة كبيرة زي دي، يعني 92.9 يعني نسبة يعني ما شاء الله عليها تبارك الله. والمدرسة ذاته يعني مدرستهم برضو ما في زول منهم يعني جا شارك في فرح ده، ولا في زول وقف معاه في دعم بتاعت انه يشجعوها ذاته بالنسبة دي ويباركوا لها. مجاهلين رغم انه يمكن المكان اللي هي ساكنة فيه ود البشير ما في زول جايب خبرها. يعني دي ما مقياس بالنسبة لنا احنا السودانيين يعني. وبس تخيلوا كده، ده البيئة اللي هي عايشة فيها ريماس. عينوها شوفوها براكم، ده بيتهم بسيط يا هو كده، ده بيتهم يا هو، ده بيتهم، ده الطبيعة بتاعت بيتهم بس كده. وزوج خالة زوج شغال عمل يوم بالحمار ده، بيترزق من حمارهم ده يا هو بس كده. بيت فانتاس بتاعت المويه، ده بيتهم، بيت بسيط شديد، ده السبورة اللي كان بيذاكر فيها. تمام، ده الحياة بالنسبة عندهم يعني، لا كهرباء لا موية، ناس عايشين. بنتمنى من أصحاب الخير والله بجد إنه يدعموها ويخلوها تواصل مسيرتها العلمية، والناس يقفوا معاها يعني بجد والله. دي نسبة ما سهلة 92 دي. بنتمنى منكم إنه تقفوا معاها تدعموها في مسيرتها التعليمية دي. ريماس حابة تقولي حاجة؟ شكرا.